تعرفي بقى انتي لو جبتي كوباية من الفول السوداني وكمان كوباية من الدقيق وكمان كوباية من السمسم الأبيض وحطيتيهم التلاتة مع بعض في حاجة بتتحط على النار، والتلاتة بمعيار كوباية واحدة، قلبيهم مع بعض كويس جدا وارفعيهم على النار. وتعالى أقولك على أكتر حاجة ممكن تكوني بتضيعي عليها فلوسك وانتي ممكن تعمليها في البيت بأسهل وأسرع طريقة. هنحطهم على النار ونفضل نقلب فيهم كده لحد بس ما نخرج منهم الرطوبة بتاعتهم ونتأكد تماما ان الدقيق والسمسم وكمان الفول السوداني بقى دافي معايا. مستمرين في التقليب وهنعمل مع بعض النهارده احلى واطعم طحينه ممكن تعمليها في البيت، انضف من بره وكمان القوام بتاعها حلو جدا ومش هتفصل منك. وهقولك على تكايه مش هتخليها تفصل تماما. في الوقت دوت جيت المس كده الدقيق وبقيه المكونات لقيتها لسه ما بقتش معايا دافيه. انا عايزاها لما المسها في ايديا تبقى دافيه معايا، ودوت المطلوب. على نار هاديه وافضلي قلبي بالشكل دوت. يلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. في الكومنتات عايزه اقول لكم كمان اللي انا بطلع لايف كل يوم من 8 ل 9. اي حد عايز اي سؤال استناني الساعه 8 ل 9 في اللايف ان شاء الله باذن الله هرد على كل الاسئله بتاعتكم. بعد ما اتاكدت تماما اللي هي بقت دافيه جبت المطحنه بتاعه الخلاط وهحط حبه حبه لحد ما تبقى معايا بودر بالشكل دوت كده. عايزه اقول لكم كمان علشان خاطر ما تفصلش مننا يبقى لازم التكايه ديت نعملها كويس جدا. ما ينفعش نحط الكميه كلها على بعضيها في الشفشق بتاع الخلاط الكبير، لازم الاول نطحنها في قلب المطحنه الصغيره كده. خلاص هخلص بقيه الكميه كلها بنفس الطريقه واتاكد اللي هي بقت معايا بودر بالشكل دوت كده، وهوريها لك في النهايه دلوقتي الكميه معايا قد ايه. طبعا لو الطحينه بتفصل منك اعملي التكايه اللي هقولك عليها كمان شويه. وطبعا عايزه اقولك هي اصلا في الطبيعي اللي الطحينه تفصل، بس مش لدرجه اللي هي تفصل الزيت تماما عن بقيه المكونات. في المرحله ديت بص بقت معايا بودر ازاي، وديت كلها الكميه. نقدر نستبدل الفول السوداني بكوبايتين من السمسم الابيض. هحط كوبايه من الزيت، وطبعا معايا هنا من كوبايه لكوبايه وربع من الزيت. انا استخدمت كوبايه، ممكن تستخدمي ربع كوبايه كمان لو انت حابه. هضرب بقى الزيت كويس جدا لحد ما اخلي اللون بتاعه لونه ابيض بالشكل دوت كده. في المرحله ديت مش الزيت لما تضربيه مش هيفصل معاكي. هنزل بقى بالمكونات اللي احنا ضربناها مع بعض في قلب الكبه حبه حبه بالشكل دوت لحد ما تبدا اللي هي تتقل معايا. طبعا مستمريه في الضرب بتاع الخلاط مش موقفاه ولا اي حاجه. لو خايفه على الخلاط بتاعك او الوقت بتاعه قليل شويه نقدر اللي احنا نستنى شويه ونشغل شويه كده. خلاص نزلت بالمكونات كلها. هنزل هنا بربع معلقه من الملح. عايزه اقولك الملح هنا يديها تست عالي قوي وطعم حلو جدا. هنعبيها بقى في علب، والعلب بتاعتنا تكون محكمه الغلق وناشفه جدا ما فيهاش ولا نقطه ميه، نقدر نحتفظ بيها في التلاجة او حتى في دولاب المطبخ. قد ايه طعمها حلو جدا. يلا بسرعه قومي اعمليها وهتسهل عليكي وهتوفر كمان. عملت معايا كميه كبيره، وزن العلبه 350 جرام، يعني انا عامله كده 3 تقريبا داخلين في كيلو بمكونات بسيطه جدا. هستناكي تجربيها وتقولي لي رايك فيها. كل سنه وانتم طيبين. صلوا على الرسول في الكومنتات.